السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا فعل رامي بن سبعيني مع ياسين عدلي بعد نهاية مباراة دورتموند ضد ميلان. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذن شارك اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني أساسياً خلال مباراة فريقه بروسيا دورتموند أمام نادي آي سي ميلان الإيطالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وشارك الجزائري الآخر ياسين عدلي بداية من الدقيقة 58 من الشوط الثاني، وقدم شوطاً مقبولاً، وانتهت مباراة آي سي ميلان وبروسيا دورتموند بالتعادل السلبي. وبعد المباراة منح موقع هوسكور تنقيط 8.1 لرامي بن سبعيني بعد مستواه في مباراة اليوم، وهو تنقيط الأعلى من بين جميع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة. وبعد نهاية المواجهة أظهرت الكاميرا نجم الخضر رامي بن سبعيني رفقة الجزائري الآخر ياسين عدلي كما تشاهدون في الصورة. ويذكر أن ياسين عدلي سيكون مع المنتخب الوطني الجزائري في قادم المواعيد. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.